فتح الباب غير يدي إلى الخلف وأطبق على عيني بقطعة كتانية قذرة. كنت مثلها الآن في سجن تحت الأرض بلا نوافذ ولا شبابيك. الآن نحن هنا. بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان. أحزن مقام عندك بدنا نبكي سلمية. رجعتني لسوريتي. أنا سلمية بالنسبة لي هي نموذج مصغر عن سوريا التي نحب، عن سوريا التي نطمح إليها. والحالة الأدبية بسلمية لا يمكن إلا أن نسميها حالة مش فردانية ولا حالة رسمية، هي حالة متفردة اليوم. أضف أنه هي مشاركتي الأولى بعد عودتي من خارج البلد بعد 10 سنين غياب. هي مشاركتي. ولا جذور تقلع، مر كتاب الحزن حين تظنه فصلا فتفجعك النهاية يتبع. آخر كهذا العالم أضمها كارفة الصبح في أحضان العجائز وقت المطر وأنحني. يعني أنا بمجرد سماع الخبر كنت مبهور، فكيف إذا شفت النشاط؟ من قلبي إذا هام لنطياك وأنت المنى والروح فكيف أنساك. يطل وجهك بالذي يشتاق بخمر البتول ونسكر وبكل حرف أورقت أشياؤنا وبكل جرح عتقتنا الأسطول. وطني لديك. الشاعر خلق تيترجم الإحساس. الشيء الحلو دائما انه سلمية جمعت اليوم كل هالورود المشكلة من محافظات سوريا. مرق حد القصيدة وداس حروف القصيدة. فكان في كم هائل من الفرح والمحبة اللي أحاطت فينا. عام 1957 وعاشت عمرها في ربوع شماميس في سلمية. كل ما هجم كانون يلدعنا البرد. الحلم أو الأمل المنتظر بالنسبة لنا. وما يبقيك في بلد تلخصه شعارات تبيع الوهم والزيف. توجه أينما شاء. يعني السلمية في الذاكرة العامة مدينة الثقافة والعلم، وبصراحة الجمهور له هيبة، يعني لا يستطيع الشاعر أن يكون طبيعيا وهو يقف أمام الجمهور السلمية. اتجاه التابوت طالع عبالك شي حدا يحبك بدون الشروط أو متعاقدين في الماضي. والمتكبر تنازلت عن حلم أكاد أمسه وأغرقت نفسي في مياه التصور. وقد قلت لا حتى يقال وإنما لكي يسقط الأنبال عن ظهر المنبر. يفيض الطبق
حقيقة وبدون مبالغة أنا شاركت في كتير مهرجانات بلبنان وبسوريا وهيك، الاستعداد للمهرجان بهذا الشكل والتنظيم أنا ما شفت هيك. حدثينا تالا عن الموت، هل سمع بأغنيتك الطفلة كانوا لعيونك حراس؟ حدثينا عن الحياة هناك، هل هي جميلة وهادئة كما يروى في الحكايات؟ وتلك الأغنية البعيدة التي كان يذبحها محمد صادق حديد. طبعا أولا أشكر تجمع كلمة الذي دعا لهذا المهرجان. أتمنى أن يكون هذا المشروع قابل للتعميم في مدن أخرى، يعني تكون تجمعات مشابهة في حلب، في طرطوس، في حمص، في اللاذقية.